تعليماته من بره هو ابراهيم يوسف، والتاني لعيبه اتوترت في الملعب وشفنا اللي حصل في الملعب. بنقول كمان الكابتن مصطفى طبعا بالنسبه للكابتن احمد رمزي وكابتن ابراهيم يوسف، يعني دول الناس يعني من جيلنا يعني واخواتنا وكده. لكن انت لما تحب تعمل دوافع للعيبه لازم تعمل دوافع محليه. وده برضه الصوره اللي احنا شفناها قدامنا دي طبعا دي بتاعت عبد الحليم علي، والثانيه بتاعت مدحت. يعني يا جماعه ده ماتش خلص، ماتش خلص فيها ايه؟ يعني انا ما اعرفش مدحت بيقصد ايه، بيشاور بايديه يعني في ايه؟ حكم راجل جه لا يعرف حاجه عن الكره المصريه وراجل بيحكم مباراه، وفي نفس الوقت المباراه بتتذاع على الفضائيات. يعني احنا ليه بنطلع منظرنا وحش على منظر الفضائيات؟ دخل في الجول اجتهد انك تجيب الجول وتتعادل، مش ده المنظر اللي احنا عايزينه او ده المنظر اللي احنا بنقوله. ما ده كابتن مصطفى نتيجه الشحن اللي هو اللي مش مظبوط يعني اللي بيحصل لهم يعني. فاتمنى برضو ان يبقى في اتزان في ان انت تعمل دوافع للعيبه بتاعتك يعني.